ابو الاغرام يا برنس بيطالب بتشفير مباريات الزمالك في الدوري المصري. زي ما انت شايف كده ابو الاغرام بيطالب بتشفير مباريات، وهنتكلم على النقطه ديت يا برنس. وبرضه هنتكلم على قصه العرض اللي جاي للشناوي يا شنو العروض تمام. وبرضه هنتكلم على موضوع العقوبات اللي حصلت من رابطه الانديه على جمهور النادي الاهلي، وشويه اخبار في النادي الاهلي وشويه اخبار في النادي الزمالك مهمه جدا جدا يا برنس. ولكن ما تنساش اللايك بتاعك كده بقى، وصلي على سيدنا محمد. وبقالنا كتير يا جماعه كده التفاعل واحد شويه كده في القناه، فبعد اذن اخواتي يعني فضلا وليس امرا والله يا جماعه، فاخبط اللايك بتاعك كده واعمل شير وصلي على النبي عشان ايه الفيديو يشد شويه يا برنس. بص بقى، نادي الزمالك اللي مصدر الخبر هو موقع القاهره 24، هو اللي قال الخبر ده. قال لك نادي الزمالك بيطالب بتشفير مبارياته في الدوري المصري. مين صاحب الفكره دي لو تفتكر معايا؟ كان ميدو. بس ميدو ساعتها لما طلع بالفكره ديت قال لك احنا بنطالب بتشفير مباريات الدوري المصري كله. قال لك الواحد لما بيروح يقعد على القهوه مثلا بيدفع مش عارف 50 جنيه، فانت ممكن ناخد منك حاجه رمزيه كده في حدود 50 جنيه في الشهر، فاشوف كم مليون بيتفرجوا فهنلم كم مليار فهندي للانديه. صاحب الفكره دي هو مين؟ ميدو. هو اللي كان صاحب الفكره دي من فتره. مين بقى هو اللي طلع بالخبر ده؟ هو موقع القاهره 24. فمين اللي قال النقطه؟ فهو ميدو. فقال لك احنا ممكن نشفر مباريات الدوري مباريات نادي الزمالك في الدوري. شوف كم مليون من جمهور نادي الزمالك طبعا هيكونوا عاوزين يتفرجوا على ماتشات نادي الزمالك، وشوف كم واحد عاوز يتفرج. فاحنا هنلم من الناس ديت حاجات رمزيه. فانت كده بتتكلم ان لو وافق الموضوع، ان خلي بالك في اجراءات قانونيه والكلام ده كله، ولكن لو الاجراءات دي مشيت زي ما نادي الزمالك عاوز وان هو يشفر مبارياته في الدوري المصري، فنادي الزمالك شوف بقى جمهور نادي الزمالك قد ايه. فانت بتتكلم ملايين داخله، ملايين. انا عمال اجيب لك الرقم بس مش فاكره الصراحه. فانت بتتكلم ملايين داخله نادي الزمالك. عد كام واحد مثلا لو اقول حاجه رمزيه مثلا في الشهر ب 50 جنيه. في ناس هتقول، عشان في ناس مش عارف يقول لك هدفع 50 جنيه عشان اتفرج على مين؟ هدفع 50 جنيه مش عارف. في ناس تقول لك كده، ولكن ده فكر الاداره في نادي الزمالك ان هم عاوزين يخلوا اي حاجه مداخل ماديه داخله النادي بشكل كبير جدا. فهم بيحاولوا ان هم يعملوا اي حاجه عشان يوصلوا لموضوع ان هو يكون في مداخل ماديه لنادي الزمالك. وكلنا عارفين ان نادي الزمالك بيمر بازمه ماليه كبيره جدا جدا. فده كان مقترح، واللي كان صاحب الخبر ده واللي كان مصدر الخبر ده موقع القاهره 24 يا برنس. عندك امام عاشور، طبعا عارفين طبعا كلنا البرنامج اللي عامله كابتن سعد عبد الحفيظ، هو البودكاست ده يا برنس. فبيسال امام بيقول له ايه؟ بيقول له يا امو يعني احسن جون جبته في مسيرتك يعني ايه؟ احسن جون بيحبه؟ قال له الجون في نادي الزمالك ده. قال له ده احسن جون. ولكن هنا فانت تقعد مع نفسك بقى، سيبك بقى من قصه اهلي والزمالك. ففكر امام عاوز يوصل ليه ما تفهمش. يعني الجون اللي جابه امام عاشور في العين الامارات ده جامد جدا، جون جامد جدا جدا. ولكن جون برضو اللي جاب في نادي الزمالك عرضيه راح حاططها كده اهو ماشي. بس الفكره هنا انت كل حاجه تحط الزمالك، فاهم قصدي؟ ولكن هو من وجهه نظر ده جون حلو، بس انا من وجهه نظر انا بقول لك جون بتاع العين الاماراتي. بس هو ده تصريح امام عاشور. ففي ناس خدت التصريح ده يقول لك ايه؟ ده امام لسه بيحفل على الزمالك، ده امام لسه مش عارف يعمل ازمه. بس هي كل واحد وجهه نظر. يعني انا من وجهه نظري هتقول لي احسن جول لامام عاشور، هقول لك اللي جابه في العين الاماراتي. يعني الجون ده الصراحه عاجبني جدا 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 على الطاير واحده ارتو. لا حلو يعني ماشي. عندك برضو يا برنس توقيع الغرامه الماليه على جمهور النادي الاهلي. كلنا شفنا اللي حصل في ماتش الاهلي وحرس الحدود، واللي حصل في المدرجات والكراسي واللي ما تفهمش بقى. انا نفسي كاهلاوي انا قاعد بتفرج، طب مين بيضرب مين او مين مع مين؟ انا مش فاهم. انت فاهم؟ انت قاعد طب انتوا مين انتوا واحنا مين وانتوا؟ فانت شفنا الفيديو بتاع جمهور الاهلي كله بيدب في بعضه وكراسي بتتحدف ومش عارف ايه. فانت قاعد كمشاهد فاهم انت في شفت بتاع اللي انت تعمل دي، فانت مخك بيعمل كده مش فاهم مش مدرك اللي بيحصل، فاهم؟
فالموضوع كان غريب جدا جدا. فحصل عقوبات على النادي الاهلي 200,000 جنيه وحرمان الجمهور اللي كان حاضر المباراه ديت ان هو يحضر مباراتين الى النادي الاهلي. وكمان في حاجه اسمها لفت نظر 100,000 جنيه غرامه على النادي الاهلي، مش فاهمه دي ايه بس غرامات. يعني شاكب راكب 300,000 جنيه، يعني شاكب راكب على النادي الاهلي 300,000 جنيه يا برنس في مباراه حرس الحدود. ماشي. النادي الاهلي كابتن شوبير طلع في فكره قال لك ايه، النادي الاهلي بيفكر ان هو يشارك في كاس عاصمه مصر ده طبعا اللي هو كان اسمه كاس الرابطه، بعد كده اسمه كاس عاصمه مصر. ان النادي الاهلي بيفكر ان هو يشارك بفريق 2005. فدي فكره، يعني انا اشجع الفكره دي. ليه؟ منك هتستفاد من اللعيبه الناشئين انها تاخد ويكون في احتكاكات قويه جدا جدا مع الدرجه الاولى والكلام ده كله، وتعرف تنقي من اللعيبه ديت. وممكن تعمل حاجه تاني انك تبدا تشارك مع الفرقه ديت اللعيبه اللي هي ما بتشاركش مع الفريق بصفه مستمره. يعني ممكن تدي لعيبه تلعب في كاس الرابطه مع الفرقه 2005، فانت تقدر تستفاد من اللعيبه اللي هي ما كانتش بتلعب بقى ففتره، فانت تبدا ان هي تعمل لها فتره اعداد مثلا ان هي تبدا تشارك في المباريات والكلام ده كله في فرقه 2005 او اللي هي هتشارك في كاس عاصمه مصر. فهو بيقول لك دي فكره، بيقول دي فكره تمام. برضو سمعنا على خلاص يعني كابتن شوبير برضو قال لك كلنا عارفين، انا كلمتك على موضوع امبارح، موضوع اقامه مباراه ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك هناك في العراق، والاتحاد العراقي بعد مش عارف ايه والكلام ده كله. ولكن كابتن شوبير طلع قال لك الاهلي رافض الحوار تماما والمباراه ديت مش هتتلعب. ومثلا بعد قبل الفطار مثلا كده قال لك اساسا المباراه ديت كانت المفروض تتلعب، او كان لو هي كانت هتتلعب كانت هتلعب بمختلط، اللي هو ازاي لعيبه من الاهلي هتلعب في الزمالك ولعيبه من الزمالك هتلعب في الاهلي. فانت ممكن تلاقي زيزو لابس تيشيرت الاهلي، تشوف مثلا ايه امام عاشور لابس الزمالك تاني وبن شرقي رايح. فالفكره كده. فكابتن شوبير لك المباراه اساسا اتلغت خلاص، مفيش الماتش ده اساسا، فاهم قصدي؟ فقال لك الماتش ده او المباراه ديت اتلغت تماما اساسا. ماشي. عندك برضو يا برنس يعني دي تعبت عليها والله. في النادي الاهلي اللي هو في استاديو الجديد في حاجه اللي هو بتكتب اسمك على الجدران بتاع الاستاد. فهي كان في فئه اولى وفئه ثانيه والكلام ده كله. فئه ال 2 مليون و500 دي خلصت، فاهم؟ 2 مليون دي خلصت يعني 2 مليون ففي ناس دفعت 2 مليون و500 الف عشان يكتب اسمه على الاستاد. فلوس يا باشا، بس اعمل ايه؟ انا كنت مستني لاخر الشهر بس، فاهم انت؟ وبس اعمل، كنت عامل حساب اللي انا بس ما استنوش يعني لقيتها خلصت فانا استغربت من الرقم والله يعني، بس ماشي. وصلنا يا برنس لغايه نهايه الحلقه، وما تنساش اللايك بتاع كده، اللايك بتاع كده، وصلي على سيدنا محمد. ويا ريت لو انت وصلت معانا لغايه نهايه الفيديو فانزل قول لي كده في التعليقات عشان اشكرك. سلام.